الرحيم. كلنا بيبقى فيه عندنا مشاكل في بعض العلاقات، سواء العلاقات المقصود بيها هنا العلاقات الزوجية أو العلاقات كأصدقاء أو كجيران أو كأقارب. في 4 حاجات لو احنا قبل ما نبدأ في أي علاقة قدرنا نجاوب على ال4 أسئلة دول، هنفهم احنا عايزين العلاقة دي ليه، وإيه المضمون منها وإيه المغزى منها، وهنعرف إيه الخطوات اللي ممكن نمشيها عشان العلاقة دي تبقى علاقة ناجحة. أول حاجة، إيه الهدف من العلاقة دي؟ سواء أنا عايزة أرتبط بإنسان أو جارة ليا أنا عايزة صاحبها أو زميلة أو صديقة ليا، إيه الهدف من العلاقة دي؟ تاني حاجة، إيه حدودي في العلاقة دي؟ الحدود اللي بتقيم العلاقة دي، إيه الحدود؟ حدودي أنا أحطها وأقول أنا ده يناسبني ده ما يناسبنيش، ده تاني حاجة. تالت حاجة، انا عايزه اوصل بالعلاقه دي لفين؟ عايزه تكون دي صديقه مقربه ليا اللي هي زي اختي بالظبط، عايزه العلاقه مع خطيبي دي تكون علاقه اوصل بيها للزواج، ولا العلاقه دي عايزاها تكون كشريكه لحياته كشريكه لافكاره وشريكه لمستقبله؟ انا عايزه اوصل بالعلاقه دي لفين؟ رابع نقطه والنقطه الاخيره، امتى هقول للعلاقه دي ان دي علاقه منتهيه، او اقول ايه نقطه النهايه؟ نقطة النهاية في العلاقة دي لما بحط ال4 أسئلة دول وبعرف ان انا اجاوب عليهم، انا بفهم نفسي اكتر، بعرف احتياجاتي من العلاقة دي ايه، وبعرف انا ممكن قد ايه في العلاقة دي، وممكن ابقى محتاجة اخد ايه من العلاقة دي. وده طول ما انا ماشية وما اجاوب على ال4 أسئلة دول، انا بحدد اتجاهي في العلاقة، بحدد انا ماشية صح ولا مش ماشية صح. راجعوا ال4 أسئلة، لو انتم موجودين في علاقات حاولوا تجاوبوا عليها وتشوفوا العلاقات دي بتجاوب لكم على ال4 أسئلة اللي انتم بتسألوها ولا لا. لو ما جاوبتوش على الأسئلة دي ابدأوا جاوبوا عليها وشوفوا بتظبط لكم العلاقات، بتفلتر العلاقات من حواليكم ولا لا. كانت معاكم لايف كوتش شيماء.